السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو اللي هنتكلم عنه النهارده يا جماعة الأحماض الأمينية اللي دايما بنسمع عنها. بنسمع عن الأحماض الأمينية دي مهمة جدا للعصافير. طب هي مهمة في إيه؟ مهمة في إنها بتساعد على تكوين الخلايا وعلى إنتاج البروتين داخل جسم الطائر. طول ما الطائر غني في جسمه الأحماض الأمينية موجودة في جسمه، طول ما هو هيقدر إن هو يقاوم الأمراض، وغير كده كمان هيبقى جسمه غني بالبروتين. يعني الأحماض الأمينية دي يا جماعة مهمة جدا جدا للطائر. هنلاقي إن الأحماض الأمينية في منها أحماض أمينية أساسية وأحماض أمينية غير الأساسية. الأحماض الأمينية الأساسية 9، والتسعة دول موجودين فين؟ هل يا ترى أنا لازم أشتري مكمل غذائي من الصيدلية البيطري وهلاقي ممكن يكون المكمل الغذائي ده يكون غالي، أو من الصيدلية البشري؟ أحصل عليه منين الأحماض الأمينية ديت؟ سهلة جدا يا جماعة، موجودة عندنا في كل بيت. تخيلوا هي موجودة فين؟ في البيضة. في البيضة المسلوقة اللي احنا بنقدمها لعصافيرنا، بتحتوي على 9 أنواع من الأحماض الأمينية المهمة جدا جدا للعصافير في تكوين الخلايا، وتساعد على كمان تكوين البروتين. يعني الأحماض الأمينية ديت من غيرها العصفور هيبقى تعبان ومنهك وجسمه تعبان، ومش هيقدر ان هو يقاوم الأمراض. لا، الأحماض الأمينية ديت بتقاوم الأمراض، بتساعد على تكوين البروتين وتجديد الخلايا للطائر. هتلاقي ان طول ما العصفور عنده احماض الامينيه كويسه في جسمه، هتلاقي هيبيض عندك بانتظام، والبيض هيطلع كله مخصب، وهتلاقي عنقود البيض عند النتايه هيكون نشط دايما. طب احصل على منين؟ قلناها من البيضه. البيضه لازم تكون مسلوقه كويس، بتقدمها للعصافير كم مره في الاسبوع؟ 3 مرات في الاسبوع بس. اوعى تكتر اكتر من كده، لان اي نعم البيض مهم جدا، ولكن كتره غلط. غلط ازاي؟ ممكن يسبب اسهال للعصافير لو انت كترت منه. غير كده كمان ممكن يليس العصافير، يكونهم نسبة من الدهون تحت عند الانثى. فانت يجب انك انت تقدمها بايه بقى؟ بانتظام. ازاي؟ يعني هو 3 مرات بالكتير، لو مرتين مفيش مشاكل. البيضة تكون مسلوقة كويس. ما احطش البيضة قدام العصافير ساعتين 3 لغاية ما تبوظ، ولغاية ما يتلم عليها النمل وتبص تلاقي ريحة البيضة بقت وحشة. لا، بعمل ايه بقى؟ انا بحط العصافير البيضة، تمام، بعد ما اهرسها كويس. عايز تحط عليها بقسماط حط، مش عايز مش مشكلة، على حسب ما انت عودت عصفورك. هتسيب البيضة قدامهم لغاية ما ياخدوا كفايتهم منها، وتشيل الطبق من قدامهم وتحطه في قفص تاني، وتاخد البيضة الطبق برضه تحطه القفص تالت لغاية ما الطبق يخلص. يا إما تقسم الطبق دوت على كذا طبق، كذا طاجن. طول ما انت بتقدم البيض للعصافير هيبقى عندهم الأحماض الأمينية في جسمهم. مش هتحتاج ان انت تشتري أي مكمل غذائي من الصيدلية، لا البيطري ولا البشري، تقول اشتري انهي نوع واسمه ايه من الأحماض الأمينية. لا، عندك أحسن حاجة موجودة في البيض. يبقى تدي العصافير بيض، يبقى العصافير عندك بسم الله ما شاء الله مش محتاجة أي أحماض أمينية خلاص. يا رب يكون الفيديو عجب حضراتكم. بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة اللي أول مرة شرفنا في القناة، واللايك الجميل من حضراتكم اللي بيساعدني جدا. بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.